يلا دلوقتي يا جماعه هنسال ماما احكي لنا عن حب الطفوله بتاعك وانتي صغيره. يلا. صباح الخير يا شباب، معايا هنا نور، والنهارده نادين عثمان. انا هصور وانا هبدا، ومع انا نادين زي ما انتم عارفين. طيب واحنا مع نور ونادين. لا احنا نور. وبصوا على دلوقتي شاهدين السان سيت، قصدي السان رايز. ونور. طيب انا عايزه اقول حاجات. أول مرة تحب يا قلبي. جماعة ما لقيتش بداية أحلى من البداية دي، وهي إننا ونادين كنا سهرانين ورحنا اتفرجنا على الشروق. وده الشروق يا جماعة، ويعني احنا مبسوطين جدا وسعداء جدا، ويعني أكتر الناس روشة في الدنيا إن احنا بننزل في الشروق نتفرج على الشروق. قولي إحساسك يا نادين في هذه اللحظة. انا حاسه ان انا عايشه. أوكي دي آخر الجملة يعني. أنا عايشة. I am infinite. أوكي. I accept the love we think we deserve. صوتك عالي قوي. المهم يا جماعه، انا كنت ناويه ابدا الفيديو الصبح على الساعه 10 الصبح، بس قلت ان انا ابداه في هذا الجو الجميل السان رايز. يا جماعه بجد انا سعيده جدا في هذه اللحظه، ونفسي كلكم بعيدا عن نادين يعني تجربوا احساس السان رايز، لان هو احلى احساس في الدنيا. وشكرا. جماعه الساعه دلوقتي 9:30، وانا المفروض ان انا عندي ورك شوب، اللي هو الورك شوب بتاعي الساعة 10. ودلوقتي بعمل اديتنج لفيديو يوتيوب عشان ينزل النهاردة اللي هو يوم الجمعة، لان يا جماعة محتاجة، مش قادرة اقسم بالله، بعمل له اديت عشان ينزل النهاردة. المهم فهخلص اديتنج وبعد كده اعمل ورك شوب، وبعد كده عندي حاجة تانية هقول لكم عليها بعدين، وحاجات تانية هقول لكم عليها بعدين، وحاجات تالتة هقول لكم عليها بعدين. اصبروا يا جماعه معايا، الفيديو ده مليان احداث. جماعه انا لسه مخلصه اونلاين ورك شوب، بجد انا بموت، انا افكار في دماغي كلها ومش عارفه اعمل فيها ايه، بموت وانام. بس انا طلبت وانا في الورك شوب كنت جعانه جدا، فطلبت طبالي، لان هم عاملين ايتمز فول بالترافل وطعميه بالترافل وكده، فانا قلت اللي هو انا مستحيل لازم اجربه، فهنجرب وهقول لكم رايي فيهم، لان انا حاسه ان هو الموضوع هيبقى يا اما حلو قوي يا اما وحش قوي. يلا نجرب. ايه ده بقى؟ هنعرف منين ايه الايه؟ ده طعميه بالترافل. يا جماعه قولي رايك فيه. احلى من المتوقع. اللي بعده ده غالبا يا اما بيض البسطرمه يا اما فول بالترافل. طعمه حلو قوي. لا يا جماعه حلوه قوي بجد، انا مستغربه جدا. ماشي، اخر حاجه ملهاش علاقه بالترافل، ده بيض بالبسطرمه والكيري عادي. حلو يا جماعه، دي كانت من احلى الوجبات اللي كلتها في حياتي. بس انا احب اقول لكم انا صاحيه من قبل الشروق بحبه، يعني صاحيه الساعه 2 مثلا، الساعه دلوقتي 2 الظهر او 1 الظهر، فانا بموت، انا محتاجه انام. هروح انام واصحى ابدا يومي من اول وجديد، عشان انا بجد يا جماعه بموت. وهاخدكم معايا في بقيه يومي ده، اللي هو اصلا المفروض يبقى النهارده بس هو بكره فامبارح، ايامي بايظه جدا يا جماعه. انا لسه صاحيه يا جماعه، وعملت نسكافيه عشان افوق، وبحاول اقول لنادين ان نتفرج مع بعض على فيلم، بس هي لسه مش انسانه. انا خرجت يا جماعه في لحظه حاسمه جدا، عامله لكم مفاجاه، بس هنعرف دلوقتي. جماعه انا لسه مرجعه. انا لسه مرجعه يا جماعه وبموت. نمت وصحيت رجعت، وبعد كده مش عارفه اعمل ايه، ونادين ايه مش عارفه مالها، وانا الدنيا جايه عليا اول الفيديو ده. هو ده يا جماعه الكتاب اللي انا عملته، عايزاكم تبعتوا لي لو عايزين تشتروا الكتاب. الكتاب بيتكلم عن التيك توك، ايه الحاجات اللي بتخلينا نتفرج على الفيديو كله في تيك توك، ايه الحاجات اللي تساعدني ابقى ان انا اكون كونتنت كريتور على تيك توك،
وده يا جماعه البراند بتاعي content about content. عايزاكم تبعتولي على انستجرام لو عايزين تشتروا. الكتاب كله مليان حاجات ليها علاقه بالكرياتيفيتي، وبيجي معاه ستيكرز كتيره قوي 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 عشان تلزقوا في الصفحات اللي فيها صفحات سوداء اللي بتتخيلوا فيها حياتكم في المستقبل. وطبعا كلها حاجات بتعلم التيك توك وازاي التيك توك بيشتغل وازاي الالجوريثم بيشتغل وازاي الدنيا تبقى اسهل وانا بعمل محتوى على تيك توك. فاللي عايز يشتري الكتاب يا جماعه يبعتلي على انستجرام، ده الاكونت بتاعي على انستجرام، او على تيك توك برضو ده الاكونت بتاعي على تيك توك. بس كده يا جماعه، دي من اسوأ الليالي اللي عدت عليا بجد. انا قعدت ارجع كتير قوي ونمت بعدها ولسه صاحيه تاني الساعه 4، فلسه هبدا يومي تاني. انتوا فاهمين انا فين؟ يعني انا لسه هبدا يومي ما بداتوش وبداته تاني بجد. انا مش عارفه اعمل ايه. ماشي انا لبست يا جماعه، دلوقتي هنطلع نقعد بره نتفرج على الشروق. طيب انا طلعت يا جماعه عشان نبدا رحلتنا للمره التانية ان احنا نتفرج على الشروق. وبمناسبه ان احنا في اول مره تحب يا قلبي يا جماعه، قررت اتكلم عن اول مره احب يا قلبي. ودي اول مره بجد اتكلم عن الموضوع ده في حياتي مع اي حد. فبما اننا بنتكلم عن الحب، ليه ما نتكلمش عن اول مره احب بجد؟ المهم يا جماعه، طبعا كلكم توقعتوا ان انا اتكلم عن ده في الفيديو اللي فات في اول مره تحب يا قلبي، بس انا في الفيديو اللي فات كنت بتكلم عن السينما وقد ايه السينما غيرت تشكيل فكرنا عن الحب. ولكن المره دي هنتكلم عن حب الطفوله. وانا صغيره يا جماعه كان فكره الحب مش زي اللي هو ماشي استنى. وانا صغيره يا جماعه لما كنت ببقى معجبه بحد كنت دايما بتخيل ان الشخص ده خلاص احنا مع بعض للابد تمام، وهنتجوز وهيبقى اللي هو ده الشخص اللي هكمل مع بقيه حياتي. اوكي، فلما كنت صغيره قوي في كي جي 1 وكي جي 2 كان مش عارفه المفروض اقول كده ولا لا، مش عارفه، لا مش هقول كده خالص، ما ينفعش اقول كده تقريبا يعني. المهم لما رحت برايمري 1 بقى وبقيت خلاص بنت محترمه وكده، كان بقيت بحب ناس معايا في الكلاس obviously يعني. فيا جماعه اول مره تحب يا قلبي كنت بحب حد معايا في الكلاس من تانية ابتدائي لحد 6 ابتدائي. اكيد قلت كده قبل كده. المهم يعني يا جماعه فضلت بحب نفس الشخص لمده 4 سنين او 5 سنين. و يعني ما يعني الاختصار هو الشخص ده ما عبرنيش، ولكن هو فضل يعني ما اعرفش ليه كان عندي امل ليه. هذه حاجه غريبه يا جماعه، ببص انا بلاقي الشجر ده بحس هو اول مره تحب يا قلبي. بس فانا عايزه اقول لكم يا جماعه ان الشخص ده لما كنت بتخيل ان احنا بنتجوز، او اكشلي اول حاجه تخيلتها ان احنا بنتجوز، يعني كان الصوره اللي هو الفانتسي بتاعتي وانا صغيره شكل واحنا بنتجوز في الفرح بتاعنا، وكانت شغاله اغنيه غريبه كده، وكان في توم اند انجلا. لو عارفين توم اند انجلا، انا كنت بتخيل ان هو توم وانا انجلا وايه تاني كان اسمه ايه ده ماشي. فهو بقى يا جماعه هو ما كانش بيحبني، فهو كان بيحب واحده معايا في كلاس تانية. فانا بقى كنت بتضايق جدا واسمع اغنيه الجاني بعد يومين واقول اللي هو لو انت عندك 8 سنين يا ولا انت بتعملي ايه؟ فدي قصتي مع الحب وانا صغيره، وبجد مش عارفه اقول لكم ايه. دي قصه، دي يعني اما قصه صحيح، واول مره يعني تعمل بيبي يا قلبي يعني. وكالعاده يا جماعه الشروق تحفه تحفه تحفه. انا رايحه نفس المكان اللي رحته امبارح. اول مره تحب يا قلبي بحب الريد بول قوي يا جماعه. المهم يعني كان نفسي قوي اعمل ايه بقى، كان نفسي ان انا اخلي اول مره تحب يا قلبي اول تايتل لاول فيديو، وتاني فيديو يبقى واول يوم اتهنى، وتاني فيديو تالت فيديو يبقى ياما على نار الحب قالولي، ورابع فيديو يبقى ولقيتها من الجنه. بس للاسف يا جماعه محدش فيكم يعرف الاغنيه دي اصلا، تعرفوا بس اول كلمه فيها. فانا متضايقه منكم جدا، وعايزاكم تروحوا تسمعوا لعبد الحليم اول مره تحب يا قلبي وكل اغاني عبد الحليم، لان عبد الحليم بجد احلى حد في الدنيا. بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم يعني بخصوص عبد الحليم حافظ، لان انا بحبه جدا، عشان كده سميت السيريز. يعني انا كان يا جماعه
بصراحه كنت نفسي اسميها حاجه لام كلثوم، بس قلت اللي هو اصلا كل اغاني ام كلثوم فيها حب، اللي حب كده، حب كله، انت الحب للحب. خلينا في اول مره تحبي قلبي احسن. هو انا ليه بتاوب، انا لسه صاحيه من النوم، مش المفروض ابقى بتاوب دلوقتي. اوكي دلوقتي يا جماعه هروح مع ماما المول، مش عارفه هروح اعمل ايه بصراحه، بس هنروح المول وهاخدكم معايا عشان انا لسه اليوم ما بدأش. يا جماعه انا غيرت هدومي تاني عشان حسيت ان انا اتحريت قوي في اللي انا كنت لابساه، فغيرت ولبست اللي انا كنت لابساه امبارح. الفكره بقى يا جماعه دلوقتي ان احنا رايحين المول بدون اي هدف. انا بكره الكلب اللي بره ده، في كلب عمال يهوى يا جماعه لو سامعينه، بجد انا بكرهه من كل قلبي. الفكره بقى يا جماعه ان احنا مفيش اي هدف من مروحنا للمول، زي الفيديو اللي فات كده بتاع اول مره تحبي قلبي لما رحت المول ما كانش فيه اي هدف. فواضح ان انا كل اول مره تحبي قلبي هروح المول من غير هدف. يلا دلوقتي يا جماعه هنسال ماما احكي لنا عن حب الطفوله بتاعك وانتي صغيره. يلا. كنت بحب مستر الانجليش بتاع اولى اعدادي. ايه ده، هو احنا ينفع نقول كده؟ ايه؟ ينفع نقول كده في الفيديو عادي؟ ايه المشكله؟ يا جماعه وانا صغيره كنت بحب كل الناس الاكبر مني يعني. ده اللي كسفت اقوله من شويه. ليه اتكسفتي ليه؟ ما اعرفش، حسيت عيب قوي ان انا اقول كده. كان اسمه مستر ادم. لا والله في رابعه ابتدائي كنت بحب مستر، لا ده كان في ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي كنت بحب مستر العربي اسمه مستر طارق، عشان لو بيتفرج ثانية علينا واحدة دلوقتي يعني بحبه. ثانيه واحده بس، برايمري 1 والحاجات دي. لا ما افتكرش ان انا حبيت حد في برايمري 1. لا استني، لا ده كان في اعدادي. لا ما حبيتش حد في ابتدائي خالص. يعني ما عندكيش حب طفوله؟ في اولى اعدادي كنا في مدرسه بنات وكانوا بيجوا لنا بتوع اللي هم التربيه العملي بتوع اداب اعتقد فرنسا، حبيتهم كلهم. طب استني، انت عارفه ان انا اول حب في حياتي عارفه كان امتى؟ اسالك. لا مش عارفه. اختبار. اسمه ايه؟ ما تقوليش اسمه. حاضر. ما تقوليش اسمه. ولد. طب ولا اقول ايه؟ لا بقول لك، عارفه كان من امتى يعني؟ كان في ثالثه ابتدائي باين ولا حاجه. تانية ابتدائي لحد 6 ابتدائي. ايوه. اسمه ايه؟ ما هو اسمه ايه؟ جماعة أخيرا هنام للمرة المليون. أنا موطية صوتي عشان نادين نايمة، ودي كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم.